طبعا كل الفيديوهات اللي بعملها هنا في القناه بكلم فيها الناس اللي عندها بيزنس، في طبعا شريحه برضو من الناس الميديا بايرز، بس طبعا وانا بتكلم على طول دايما بقول هساعدك تنجح البيزنس بتاعك غصب عنك، البيزنس بتاعك هنعمل فيه ايه، البيزنس بتاعك. فبحس الصراحه ان انا جاي على اخواني الميديا باير، وحسيت ان انا الوهله نسيت اصلي زمان، لان انا ابتديت برضو في وقت من الاوقات كميديا باير. فالفيديو ده هيبقى موجه تحديدا لاصدقائي واعزائي واخواني فلذات أكبادي. الميديا بايرز اللي ممكن يكونوا لسه بيبداوا حياتهم وحاسين ان هم تايهين، حاسين ان هم خايفين، حاسين ان هم يا ترى المفروض نعمل ايه بالظبط. فالفيديو ده ليكم. طيب انت لما هتكون لسه بتبدا رحلتك في الميديا باينج، وخصوصا لما تكون انت بادئ ومفيش خلفيه عندك في الميديا باينج، واللي هو تقريبا بنسبه 99% هيكون اغلب اللي بيتفرجوا، لان احنا ما بندرسش الماركتنج بنسبه كبيره هنا في الوطن العربي، الا بقى لو انت هتاخده سيلف ستادي، الا لو انت هتبتدي تدرس او تاخد كورس مع نفسك. لكن بنسبه كبيره الا بقى 1% من الناس اللي هم هيكونوا دخلوا بيزنس سكول، او اللي هم دخلوا حاجات من الجامعات المرموقه التي يصعب على امثالي استيعابها، لان انا كنت تعليم مجاني. فدي الناس اللي هتكون درست ماركتنج. لكن لو انت بقى بتدرس لوحدك في الميديا باينج، فهتحس ان انت وانت شغال لسه بتحاول بقى تعمل اعلانات للعملاء، درست الماركتنج ده سيلف ستادي، خدت كورس، ابتديت تطبق، وتيجي بعد كده تعمل اعلانات ما تلاقيش نتائج. يا ترى هي المشكله فين؟ هل حته ان انا عشان ما عنديش خلفيه في الماركتنج هي دي المشكله؟ وتلاقي نفسك خدت كورس، طب ده الكورس ده شكل اللي اداهوني ده انسان بهيمه اصلا، خلينا اما اخد كورس تاني. تاخد كورس تاني، تيجي تعمل اعلانات برضو ما تلاقيش في مشاكل، طب اما اخد كورس تالت، اما اخد كورس رابع، اما اخد كورس خامس، اما اخد كورس سادس، وتلاقي برضو ان انت مهما بتعمل اعلانات وتلاقي برضو مفيش نتائج بالمنظر اللي انت تتخيله. فالفيديو ده انا طالع اقول لك بس ان ارجوك فارمل، المشكله مش فيك انت اصلا، المشكله ان انت لما بتيجي تعمل اعلانات في عوامل كتير قوي بتحكم مدى جوده الاعلان. يعني هو الاعلان انت لما هتفهم كل حاجه في الاعلان، وتفهم بقى التارجتنج والاستهداف بقى، وتعمل كوبي ازاي وتعرض ازاي واساليب الاقناع والتاثير والكلام اللي احنا بنهري فيه في القناه هنا، ده كله ده هنا نص المشوار او اقل من النص كمان. لكن في عوامل تانية كتير قوي بتحكم مدى نجاح الكامبين بتاعتك. يا ترى المنتج ظروفه ايه، او الخدمه او الحاجه اللي انت بتعلن لها؟ يا ترى المنافسه ظروفها ايه، التسعير ظروفه ايه، الاحوال الاقتصاديه ظروفها ايه، الموقع اللي انت بتبعت الناس ليه عامل ازاي، يا ترى لو انت بتبعتهم على رسائل في حد شاطر بيرد على الرسائل، ولا تيم مودريشن وخلاص. عوامل كتير قوي بتتحكم في مدى نجاح الكامبين دي. فارجوك لما انت تكون بتتكلم مع البيزنس اونر ويجي يقول لك انا مش لاقي نتائج ليه، ما تقولوش حاضر انا اسف وخلاص واتكش. لا، اتكلم معاه، عرفه ان انت فاهم. قول له طب ماشي، انا عملت اللي عليا وجبت لك ليدز، مين اللي بيقفل الليدز؟ وابتدي تديله نصيحه. يعني مش اللي هو برضه انا ما بقولش ارمي الكره في ملعبه واطلع اجري، يعني حاول دايما تو اوفر ديليفر. لما تيجي تتكلم مع البيزنس اونر وتحسسه ان هو نجاح البيزنس بتاعه من نجاحك، هنا حتى لو في عنصر وفي مشكله في الحلقه او في السايكل، هو هيثق فيك. لو انت جيت تقول له انا عملت لك الكامبين بالشكل اللي انا وعدتك بيه، بس مفيش نتائج عشان انا شايف ان في عنصر كذا عندك فيه مشكله، وانا بقترح ان انت تعمل كذا، وما بقولكش ان انت لازم تخترع الذره، بس بص للموضوع كانك عميل، كانك واحد هتروح تتعامل مع البيزنس ده اللي انا شخصيا عملته في الاول. انا واحد خلفيتي هندسه، انا مش خلفيتي اصلا ماركتنج خالص، بس كان لما يجي العميل يجي يقول لي طب اعمل لي اعلان، يا عم انا اصلا مقروف من الموقع بتاعك، عامل لك اعلان ليه ازاي؟ تعالى حسن لي 1 2 3 4 بعد اذنك، وروح على فايفر هات واحد يعمل لك كونفرجن ريت اوبتمايزيشن، او يعمل لك تحسين للكونفرجن ريت عندك على الموقع، بحيث الناس اللي تدخل يسرع لك الموقع، يحسن لك شكل الديزاينات شويه بدل ما تقرف، يظبط لك البيمنت جيت ويز او الطريقه اللي الناس بتدفع بيها فلوس، بعد كده انا اعمل لك اعلان. لكن اذا كنت انا المعلن اصلا مش مقتنع بالحاجه اللي انا هعمل بيها او هعمل اعلان ليها، يبقى اكيد الشخص اللي هيجي يشتري ده هيشتمنا ويمشي. ما هو مش كده يعني. فدي كانت الرساله السريعه بس اللي انا طالع اقولها في الفيديو ده. مش كل فشل هيحصل او هيقابلك في اعلان من اعلاناتك هو حاجه تخصك انت، دي حاجه انت لازم تستوعبها عشان ثقتك بنفسك ما ينفعش انها تقع، ما ينفعش انها تتهز. لان انا عارف انا مريت بالموضوع ده، وفضلت فتره طويله جدا انا جالي احباط بشكل مش طبيعي، وصرفت فلوس بشكل مش طبيعي بحثا عن اجابه
لسؤال اصلا مش موجود، يعني اللي هو انا يا ترى بعمل حملات اعلانيه ليه فاشله، والفكره كلها ما كانتش اصلا في الاعلانات على قد ما هي كانت في حاجات كتير قوي بره الاعلانات. دي كانت الرساله السريعه من الفيديو هنا. قول لي ايه اكتر حاجه استفدتها من الفيديو ده، وهل اساسا الفيديو كان مفيد بالنسبه لك ولا لا كميديا باير. وعذرا لاخواني اصحاب البيزنس لو فاكرين ان انا بقوم الميديا بايرز عليكم، لا انا مش الهدف كده خالص. الهدف كله ان دي علاقه ما بين طرفين لاي بيزنس ناجح. لازم يكون صاحب البيزنس عارف ايه اللي مطلوب من الميديا باير، والميديا باير يكون عارف بالظبط ايه العوامل اللي تقدر تنجح البيزنس عشان ده يكسب وده يكسب. وانتوا الاثنين تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو اللي جاي.